جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ عايزة اتكلم معاكم يا جماعة على مسلسل وتر حساس. يا جماعة، عايزة اقول لكم المسلسل حلو قوي قوي وعجبني يعني قصته لطيفة ظريفة، بس حرفيا كان ناقصه حاجة واحدة بس. المسلسل جامد وقصته جميلة، بس ناقصه حاجة واحدة بس. ناقصه ممثلين يمثلوا كويس، مش ممثلين عاملين فيلر وبوتوكس ومش عارفين يتكلموا كده. انت ازاي تقولي كده؟ انتوا ازاي تتهموني في حسن؟ انا ما اقدرش اخد حسن. كنت ابن حسن يا انكل. والتانية بقى تقول له انت ما عادش بتحبني يا رشيد؟ ليه يا رشيد؟ انا بحبك، انت كل حياتي يا رشيد طبيعية. يعني الوحيدة اللي كويسة ومقبولة في المسلسل ده وتبان طبيعية هدي كرم، بس غير كده انا حاساهم مش عارفين يتكلموا يا جماعة. يعني هما بيسمعوا الحوار، مش بيقولوا حوار، مش بيقولوا قصة. لا احنا بنسمع كده يا انكل علي حتة انكل. يعني صعبة قوي. احنا ده مش ايجيبت، ده سوبر ايجيبت، ده سوسو ايجيبت. يعني احنا عدينا ليفل ايجيبت قوي، مع العلم ان المفروض يعني صبا مبارك وكده جاية من بيئة متوسطة، مش في يعني هي مش جاية من طبقة ايجيبت على طول. لا، ده جوزها الاولاني اللي ظهر دلوقتي هو اللي من طبقة ايجيبت. فليه التمثيل كده؟ ليه يعني بجد التجميل غيرته خلق الله؟ فلما غيرته خلق الله حرفيا وداكم في حتة تانية والنتيجة وحشة قوي. نفسي اعرف اللي اخترع عمليات التجميل دول الاجانب. هناك الاجانب تلاقيها ما سايبة التجاعيد، سايبة وشها زي ما هو، سايبة الطبيعة، ما تجيش جنبه. يعني هم اخترعوا الحاجة وصدروا لنا احنا الحاجة واستخدمناها بقى باوفر اكستريم قوي. يعني كل الفنانين عاملين الاوفر ده مش عارفين يتكلموا. طبعا عندنا الايكونيك معبودة الجماهير او مش عارفه مين، نبيلة عبيد. ما عادش بتعرف تتحرك، ما عادش بتعرف تتكلم يا جماعه من كتر تجميل. التجميل بهدلكم. يعني ده بقى فيه هوس ان احنا بنتسارع في عمليات التجميل، بنتسارع في حقن التجميل، بنتسارع لحد لما شوهنا شكلنا. يعني هم عباره الشفايف دي عباره عن كده، عامله كده مرفوعه كده، وهم على الموضع ده هم بيتكلموا في الموضع ده. بحس ما فيش سنان ولا سنان، بياض فظيع. لكن كده وما شاء الله. يعني خلصنا من التجميل، مش مهم. يعني هما مش عارفين يمثلوا، اوكي، مش عارفين يتكلموا، نعديها، مش مهم. يقولي خلاص بقى موضة بقى وكله دلوقتي تجميل وبوتوكس، عديها يا روح. خش بقى على النكست ليفل، الهدوم. هو مفيش حاجة بتتقفل، كله كب. يعني في مشهد لصبا مبارك، هي ساكنة في نفس الكومباوند بتاع كاميليا بنت خالتها، الاتنين ولاد الخالة ساكنين في نفس الكومباوند. راحة يعني هتمشي مسافة متر بالكب. ليه بالكب؟ يعني هو مفيش لبس مفيش بيجامة، يعني بيجامة مقفولة بكم او نص، مفيش بيجامة خالص. كله ايه يعني؟ مش قط، والله انا مشفتش قط، انا كله كب. لازم نص الصدر ده يكون باين. ليه بقى؟ ايه المغزى؟ او ازاي المخرج وافق على هل دول ايجيبت؟ يعني هل بتوع ايجيبت ما بيلبسوش الا كب؟ يعني في اي يعني بيصحوا بيبقوا بفول ميك اب على طول. الميك اب ده ما بيتشالش من وشهم، وعلى طول النيلز مختلفين، وعلى طول لابسين الكب او إيه. يعني ما فيش بيجامه. البيجامات ما وصلتش عندهم. نفسي اسال السؤال ده. يعني كله اوفر. لا اللبس اوفر. يعني ده احنا عندنا طبقة ايجيبت. يعني مش عارفه ايه اعلى من طبقة ايجيبت. بس احنا لو في امريكا مفيش الكلام ده. امريكا والامريكان واللي اخترعوا الحاجات دي كلها ودول اوروبا ما عندهمش الكلام ده. لا، في لبس احتشام شويه او احترام شويه، او مش لازم نبين الجسم بطريقه اوفر قوي يا جماعه. لا، اللبس غريب. يعني بجد اللبس غريب. يعني هما ولا عارفين يمثلوا ولا عارفين يتكلموا
ولا يعني هم مضيعين القصة جامدة جدا، هم مضيعينها بطريقة بشعة قوي. يعني يا ريتوا لو كانوا جابوا ممثلين لسه مبتدئين، المسلسل ده كان هينجح وهيبقى في حتة تانية وهيبقى مكسر الدنيا اكتر من كده كمان. يعني هو ناجح بس مش الناجح اللي هو قوي، لا، في حاجات كل الناس منتقدة طريقة كلام، كل الناس. ده مش وتر حساس، ده وتر قاعدين بيقلسوا عليه. مش حلو خالص ان انت تفضل تمثل مش عارف تمثل، مش عارف مفيش رياكشن. والله انا ما بعرفش رياكشن صبا مبارك افرق ما بين هي زعلانه ولا فرحانه ولا بتعيط ولا مبسوطه، مش عارفه افرق هي في انهي رياكشن فيهم، لان انا حاسه كل الرياكشنات واحد، كل طريقه الكلام واحد، مفيش نبره صوت حزينه، نبره صوت حتى وهي بتحضن اختها، لا يعني مش كده. صبا يعني من قله الممثلين المصريين مفيش الا صبا مبارك صبا مبارك صبا مبارك. فهاتوا يا جماعه، هاتوا يا جماعه ناس شبهنا، ناس مصريين، ناس بيتكلموا مصري صح صح. فمش كده، صعب جدا بصراحه. وجماعه اللبس، يعني لو انتوا عايزين توجهوا المسلسل لطبقه ايجيبت، طب احتكوا بطبقه ايجيبت وشوفوا بيلبسوا ازاي. ما اعتقدش يعني ان طبقه ايجيبت بيصحوا لابسين كبات كده على طول. كبات ده المسلسل كله يعني كمان لا تيجي كده كله كله كب، مفيش حاجه مقفوله. طب مفيش نص، يعني حتى النص او القط العادي مش موجود، لازم نبين كل ده. راح لرشيد جوزها ده اللي هي لسه متجوزاه برضو راح له بالكب والعريق. طب كل ده لا، ومش صبا مبارك بس في المسلسل، كلهم بلا استثناء في المسلسل لابسين نفس اللبس ده. هما جايين يتفننوا يورونا طبقة ايجيبت وهي لابسة كده وهي بتتكلم كده وهي عاملة تجميل كده. يعني ده طبقة ايجيبت يا جماعة، هو ده الستايل بتاعهم، هو ده اللبس بتاعهم. انا اعتقد ان ده اوفر قوي، واعتقد ان المخرج كان مفروض يبقى قريب قوي او يحتك بطبقة يعني من الناس وما ينقلش الصورة بصورة اوفر. واختيار الممثلين لازم يكون اختيار موفق يليق على الدور، مش اختيار بناء على حسبانات تانية الله اعلى واعلم. فدي كانت يعني ده كان رأيي في مسلسل وتر حساس. وانت طبعا شايفين يعني الناس ما بتنتقدش القصة، الناس بتنتقد الممثلين، طريقة التمثيل سيئة جدا. المشكله بقى يا جماعه ان انتوا لما تيجوا تتفرجوا على نفس الممثلين دول قبل ما يعملوا عمليات التجميل اللي هم عاملينها دول، كانوا بيمثلوا حلو جدا وكان تمثيلهم خطير. وبالذات انجي المقدم انا كنت بعشقها، بعشق انجي المقدم جدا 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 جدا، واحب تمثيلها وبحب اي مسلسل ليها. لا المره دي التمثيل اوفر والتجميل اوفر وهي مأفوره قوي في التجميل انجي المقدم هي كمان، فضاع المسلسل وضاعت حلاوه المسلسل. بس كده، ده كان رأيي في مسلسل وتر حساس. هستناكم بقى تقولوا لي انتوا ايه رأيكم، وهل تتفقوا معايا في رأيي ده ولا لا. بس كده، يلا اشوفكم في رأي جديد وحكاية جديدة مع المصري. باي باي.